في حالة ارتفاع درجة الحرارة يجب على كل مربي ان هو يحط طشت مية للحمام او الطيور بتاعته، وده في حالة ان انت مربي على السايب. لكن لو مربي في سلكات او محبوس، تقدر ان انت تاخد حمامة يا اما بتغطسها يا اما بترش عليها علشان تهون عليها من الاجهاد الحراري او ان يحصل لها احتباس حراري. مش بس كده، بنحاول بقدر الامكان ان احنا نرفع من مناعة الفرد ونعوضه بفيتامين سي. طب لازم نفهم ليه الطيور فجأة ممكن تموت معانا نتيجة ارتفاع درجة الحرارة. ببساطة لان الطيور ما عندهاش غدة عرقية. الغدة دي اللي هي بتفرز العرق زي البني ادمين، ما عندهاش، بس جلدها فيه طبقة دهنية بيحبس الحرارة داخل الجسم. وكل ما ارتفعت درجة الحرارة جسم الطائر بيتصاب بالجفاف مع احتقان الكبد والطحال والرئة، وده بيخلي الشعيرات الدموية اللي موجودة في الجلد بتتسع والدم يتجمع فيها، وبيخلي الطيور في حالة خمول نتيجة الدم القليل الواصل للقلب والمخ. عشان كده لازم نراعي وجود المية، سواء مية الشرب او الاستحمام للحمام باستمرار، عشان ما يحصلوش جفاف وموت مفاجئ بعد الشر.